اهلا بيكم في قناه جولدن ايرا موفيز. فيلم الليله هو فيلم تيكت تو بارادايس. الفيلم ده انتاج 2022 وبطوله جوليا روبرتس وجورج كلوني. بتدور احداث الفيلم حوالين ديفيد وجورجيا. هو بيشتغل مهندس معماري وهي بتشتغل في مجال التحف والمزادات، واللي كانوا متجوزين وانفصلوا من 25 سنه، وعندهم بنوته جميله اسمها ليلي واللي هتتخرج الاسبوع ده من كليه الحقوق. وبتبدأ أحداث الفيلم وديفيد بيحكي لصاحبه عن الجوازة السوداء دي، وجورجيا بتحكي لصاحبتها عن أسوأ جوازة في التاريخ لما اتجوزت ديفيد لما كانت عيلة صغيرة لسه بتتخرج من الجامعة، وديفيد اتقدم لها في حفلة تخرجها، وإنها بعد الجواز بشهر كانت حامل في ليلي بنتهم، وانفصلوا بعديها ب5 سنين من الجواز، ومن ساعتها وهم مش طايقين بعض، ولما بيتقابلوا في مكان الدنيا بتولع. المشكلة بقى إن حفل تخرج ليلي بكرة وأكيد هيشوفوا بعض، وبتيجي الصورة على ليلي مع صاحبتها وهم بيجهزوا حاجاتهم عشان يسيبوا الجامعة، وبتكلم باباها ومامتها عشان تأكد عليهم انهم هيجوا بكرة، وان كل واحد فيهم هيقعد في مكان بعيد عن التاني عشان الحفلة بتعدي بسلام من غير مصاري. وتاني يوم بيتفاجئوا الاتنين انهم قاعدين جنب بعض، والحمد لله الحفله بتعدي على خير، وبتيجي الصوره عليهم وهم بيوصلوها هي وصاحبتها عشان هيطلعوا رحله لاندونيسيا بالي يستجموا قبل ما يدخلوا في حياه الشغل والوظيفه. وبيبان قوي ان ديفيد وجورجيا حرفيا عاملين زي نائر ونقير ماسكين في خناق بعض على طول على كل كلمه. توصل ليلي وصاحبتها لجزيره بالي وبينبهروا بالجو والطبيعه والبحر، وهم عايمين بياخدهم الطيار لجوه البحر قوي، وفي عز قلقهم بيعدي شاب اسمه جيداي من اهل البلد بمركب وبيساعد ليلي في انها تطلع المركب، وبيبان قوي انه الحب من اول نظره لدرجه انه بينسوا صاحبتها اللي لسه في الميه. بينقذهم وياخدهم معاه في المركب بتاعته للشط، وبالليل بيتعرفوا على بعض اكتر، وبتعرف منه انه بيزرع اعشاب بحريه وبيصدرها، وانها شغلانه ابوه وجدوده. وبتصحى تلاقي نفسها في بيته على البحر، وبتشوف منظر جميل جدا من شرفه بيته وهو بيقطف اعشاب البحر. بتنزل تقف معاه في الميه وبيعلمها هو بيعمل ايه، وبتنسى نفسها خالص وبتعيش معاه في المكان الجميل ده لفتره. وبعد 37 يوم بتبعت ميل لجورجيا امها وديفيد ابوها انها تتجوز شاب اتعرفت عليه في السفر. وبتيجي الصوره على ديفيد في الطياره المسافره لاندونيسيا، وبيلاقي جورجيا في وشه وهتقعد في الكرسي اللي جنبه، وبيتفاجئوا هما الاثنين ان بول صديقها وهو بيشتغل كابتن طيار ان هو كابتن الرحله اللي بدل رحلته مخصوص عشان يبقى معاها. بيبان ان بول ده بيحب جورجيا جدا لكنه لازج في نفسه سيكا، وطول الرحله لازق لها وبيدلع فيها دلع مرق قوي الحقيقه، لدرجه انه سايب الطياره اللي كانت هتقع والركاب بهدلوه لما نزلوا. وبعد ما خرجوا من المطار راحوا اخدوا مركب عشان توديهم للجزيره اللي ليلي عايشه فيها. وهم في المركب اتفقوا لأول مرة إنهم لازم يبوظوا الجوازة دي عشان بنتهم ما تكررش غلطة أمها في إنها تتجوز بدري وتجيب طفل يبوظ حياتها. واتفقوا إن هم هيعملوا خطة حصان طروادة، إن هم يقنعوها إن هم فرحانين عشانها ويحاولوا يبوظوا الجوازة بأي طريقة من تحت لتحت. وأول ما وصلوا الجزيرة لقوا ليلي وصاحبتها رين في انتظارهم، وهم بيحاولوا يقنعوها ان هم فرحانين عشانها، وهي البنت بتقول لهم طبعا كنتوا هتقتلوني الاول بعدين تقتلوا بعض. بيرد ديفيد بيقول لها لا خالص احنا فرحانين عشانك وهنساعدك وبلا بلا بلا بلا، عشان ليلي تقول له اوعى تكون دي خطه حصان طروادة المشهوره. واخدتهم بعربيه عشان يوصلوا لقريه جدي العريس، وجورجيا بتسالها مين هيحضر الحفله، بتقول له عيلته المقربه بس. وشويه والباص بيقف عشان ما ينفعش يكمل في الغابات اكتر من كده، وهتاخدوا باقي المشوار مشي. وفجأة بيظهر جيدي بموتوسيكل عشان يرحب بيهم وياخد جورجيا يوصلها لقريته وراه على الموتوسيكل. وبتيجي الصورة على مكان الزفاف، والمكان مليان بقرايب العريس، وبيجي أبو العريس ويحضن ديفيد، وبيشتغلوا إنهم لازم يعوروا بعض بالسكاكين عشان جواز ولادهم يستمر، وبيطلع بيضحك عليه وبيشتغلوا. وبتيجي الصورة بعد كده على ديفيد وجيدي وهو بيقول له إني بحب بنتك وإن هي قد إيه جميلة وهيعيشوا مبسوطين. لكن ديفيد بيقول له إنها جميلة وهادية زي الجزيرة دي، لكنها بعد فترة هتزهق من كل ده وهترجع لبلدها تاني وتاخد أطفالها معاها. عشان كده نصيحتي ليك انك ما تجيبش اطفال دلوقتي. وطبعا الولد بيتخض من راي ديفيد جدا. وبالليل ديفيد وجورجيا داخلين اوضهم وهي بتقعد تقول له لسه بتشخر زي زمان ولا بطلت، وهو بيقول لها وانتي لسه بتلعبي كاراتيه في السرير وانتي نايمه ولا هديتي. وعشان بعد كده بيروح يسهر في البار وبيقابل رين صاحبه بنته، وبتقعد تتكلم معاه عن الحب والجواز وجوازتك باظت ليه وبلا بلا بلا بلا. وتاني يوم المفروض ان اليوم ده ليلي وحبيبها يلبسوا دبل في الحفله، لكن جورجيا وهي بتكلم بوب صديقها اللي بيقول لها اسف مش هقدر اجي واتمنى لهم السعاده، وهي بترد عليه وبتقول له مفيش سعاده ولا دبل ولا اي بتنجان والجوازه دي مش هتكمل. وهو بيقول لها مظبوط رايك يا حبيبتي انت صح. واضح جدا ان بوب بيحبها بس ما عندوش ب3 جنيه شخصيه معاها. وبيقابلها ديفيد عشان يقول لها ان دبل الخطوبه مع بنت عم العريس الصغننه اللي هناك دي اسرقيها منها.
وبتروح فعلا جورجيا بتعمل نمرة على العيال الصغيرة وبتسرق خواتم الخطوبة منهم، وبتيجي ساعة الحفلة بيكتشفوا ان الخواتم ضاعت والطفلة بتعيط، بس جيدي حس ان ديفيد وجورجيا ليهم يد في الموضوع ده. المهم اخدوا كلهم مركب بيتفسحوا فيها بين الجزر لغاية ما نزلوا يعوموا مع الدلافين، وفي دولفين عض ديفيد في حتة صعبة قوي، لكن جيدي لحقوا وطلعوا على الشط. وبالليل جورجيا وبنتها بيتمشوا في السوق وبيشتروا حاجات للزفاف، والأم بتسألها عن أحلامها وطموحاتها، فردت البنت وقالت أنا جيت هنا واتبسطت بالمكان وتعرفت على جيدي وحبيته وكنت هرجع أمريكا تاني، لكني افتكرت كلمتك المشهورة ما دام السعادة في إيدي دلوقتي ليه أأجلها لوقت تاني. وفي نفس الوقت ديفيد بيتمشى مع جيدي اللي بيقول له إنه عارف إن أنتوا اللي سرقتوا الخواتم، أنا ممكن أجيب غيرها بس الأحسن إن أنتم ترجعوها، وانا ما رضيتش اقول لليلي على الحركه دي عشان ما تتصدمش من ان امها وابوها لاول مره في حياتهم يتفقوا، ولما يتفقوا على افساد حياه بنتهم، لكن بنتهم تاني يوم بتخليهم يقطفوا الاعشاب البحريه سوا كده كنوع من تلطيف الاجواء بينهم، لكن بعد دقايق كانوا ابتدوا يتخانقوا مع بعض ويشدوا الاعشاب من بعض وحاجه مسخره. وبتبتدي مراسم الزفاف بعد ما جيدي جاب خواتم جديده، ومن مراسم الزواج هناك ان العريس يكسر اسنانه عشان يفتكر ضعف زوجته وما يقساش عليها. وبالليل كانوا كلهم على البار اللي على الشاطئ، وابتدى رهان على مين يشرب اكتر، وابتدت البنت الدي جي تشغل لهم اغاني سبعيناتي كده على جوهم وسنهم، وديفيد وجورجيا بيكسبوا وبيشربوا وبيغزوهم وكسبوا طبعا زياده وقعدوا يرقصوا، وطبعا كلهم سكرانين عمى. وتاني يوم بتيجي الصورة على ديفيد وجورجيا في سرير واحد، مش فاكرين ايه اللي حصل امبارح ولا مين في أوضة مين، طب فين هدومك، طب فين هدومي. هوب الباب بيخبط وبول صديق جورجيا جه من السفر، وهي بتقول لديفيد هو غاوي يعمل مفاجآت زي يوم الطيارة كده، لدرجة اني ما بقتش اتفاجئ منه. وبيكلفته بول عشان ما يفهمش ايه اللي حصل. وبعدين بيقرر ديفيد انهم كلهم يزوروا كهف ملعون بيقال ان اللي بيتقابلوا فيه مش بيتجوزوا ابدا. طبعا جيدي عارف المعلومة دي وبيتخنق جدا بس ما بيبينش حاجة وما بيقولش حاجة. وبعدين بيقول لليلي حوار الكهف الملعون ده، لكنها بتاخد الموضوع فاني بان مفيش حاجة ممكن تفرقنا. وبتيجي الصورة على جورجيا وبول في الكهف الملعون، وفجأة بيوطي على ركبه عشان يتقدم لها رسمي للزواج، وهي لسه بتقول له ما ينفعش، والظروف بتلاقي الزبون مرمي على الأرض عشان في تعبان عضه، وطلعوا بيه على المستشفى جري، والدكاترة لحقوه وادوله أدوية ومنومات. وبعد كده طلعوا الأربعة على الجزيرة يتفرجوا على الغروب، لكنهم كلهم اتفاجئوا إن المركب بتاعتهم فكت من على الشط وسرحت في المية. معنى كده إن هم هيباتوا في الجزيرة دي لوحدهم الليلة دي، وهيبتدوا يخيموا في الجزيرة. وجيدي بيقول لجورجيا ولعي انتي نار وانا وديفيد هنصطاد ونعمل عشاء لغايه ما زوار الجزيره يجوا في الشروق ونروح مع اي مركب ونلحق حفل الزفاف. وليلي بتمد ايديها في شنطه امها عشان تجيب الكبريت، لقت الخواتم المسروقه وزعلت قوي من ابوها وامها، واتفاجئت اكتر لما جيدي قال لها انه كان عارف وانه مرضيش يقول لها، والاب اعتذر انها كانت فكرته. وتاني يوم الصبح على الجزيره قدام الشروق قعدت جورجيا مع ديفيد وقالت له انها كانت غلطانه في تفكيرها وحياتها، ومش هو السبب في لخبطة حياتها، وإن قراراتها هي السبب. وحضنوا بعض وبعدين قعدوا يضحكوا قوي على إنهم أخيرا قاعدين بيتكلموا بسلام من غير خناق. ورجعوا القرية تاني مكان حفل الزفاف، ودخلت جورجيا تجهز عشان تلاقي بول طلع لها من تحت الأرض عشان ينزل على ركبة ونص برضه ويتقدم لها للمرة التانية، وهي بتعتذر وهو بيقوم فيخبطها في مناخيرها من غير ما يقصد. وبعدين جورجيا بتعتذر له وبتسيبه وتروح تصالح بنتها وتقول لها انها احسن حد عندها، وانها ما تقدرش تقف قدام سعادتها، وانها مباركه الجوازه وفرحانه ببنتها. وابتدت مراسم الزفاف وديفيد بارك الزواج، وخلصت كل مراسم وتقاليد الزفاف وهم قاعدين. جورجيا بتقول لديفيد ان بول اتقدم لي تاني النهارده، وهو بيقول لها وافقي، هو شخص كويس ولو ضمن لك نص سعادتنا سوا لما كنا سوا وسعداء مع بعض فلازم توافقي. وبيسيبها ويمشي. وبتيجي الصورة على جورجيا وهي بتعتذر لبول على انها مش هتقبل طلبه للجواز، بيبان قوي ان مشاعرها كلها مع ديفيد. وبتشوف ديفيد من بعيد وهو بيلعب مع الاطفال على الشط، وبيجي وقت المروح وهم مستنيين المعدية اللي هتوديهم المطار، وهي بتقول له انها اعتذرت لبول. بعد ما بيسلموا على ليلي العروسة وجيدي جوزها ورين صاحبتها والعيلة كلها وبيركبوا المعدية، وهي بتقول له انها رفضت عرض بول، وهو بيقول لها انا اسف. قالت له لا ما اعتقدش انك اسف قوي، وبيضحكوا قوي قوي قوي. وبعدين بيقول لها ان المكان ده جميل ومريح جدا لدرجه رهيبه، واتمنى اني اعيش هنا في يوم من الايام. وهي بتقول له انا كمان نفسي اعيش هنا في يوم من الايام. بعدين بتبص له وبتقول له اللحظات الحلوه مش لازم ناجلها ابدا، ويبصوا لبعض بصه مبتسمه قوي عشان يشدها من ايديها وينطوا في الميه يعوموا عشان يرجعوا الشط ويبتدوا حياة جديدة في دنيا جديدة مع بعض. وبتنتهي أحداث الفيلم على كده، وأشوفكم في فيلم جديد.